السلام عليكم. الجميع يا اخوان ينتظر حقيقة معرفة الرئيس الجديد القادم للاتحاد العماني لكرة القدم. الجميع ينتظر حقيقة يوم 25 يونيو يوم الانتخابات لمعرفة من هو الرئيس الذي سيقود اتحاد كرة القدم في عمان. البعض يقول: وما فائدة الرئيس القادم؟ وهل بيده العصا السحرية؟ لا، في فائدة، وفي عصا سحرية بإيده إذا كان صاحب فكر رياضي وكروي، إذا كان يفهم ما معنى كرة القدم على مستوى المنتخبات الوطنية وعلى مستوى الأندية الرياضية. احنا يا اخوان تخيلوا في عمان ليس لدينا حتى تطبيق الفار على مستوى لعبة كرة القدم. لعيبة منتخباتنا الوطنية لا تعرف الفار إلا لما تتجه وتلعب في المباريات الرسمية. هذه نقطة. النقطة الأخرى يا أخوان، نريد رئيس يجلب لنا بطولات في عمان. أنا بسألكم بالله عليكم، متى آخر بطولة شارك فيها منتخبنا الوطني على أرضه؟ بطولة تم تنظيمها على أرضه، بطولة مش تصفيات، بطولة. آخر بطولة كانت بطولة كأس الخليج على ما أتصور في عام 2009، وإحنا اليوم في عام 2025. دائما نسمع حقيقة أن الاتحاد الآسيوي يعرض بطولاته على بعض الدول. عمان ليست من الدول التي تستضيف بطولات كأس آسيا للكبار. عمان لا تستضيف بطولة كأس آسيا حتى للناشئين ولا للشباب. عمان لا تستضيف باختصار حتى بطولة كأس الخليج. نحن نتمنى أن يكون لدينا رئيس يهتم بالمراحل السنية. نحن أبطال كأس آسيا للناشئين مرتين، عام 96 وعام 2000. نحن تأهلنا لنهائيات كأس العالم للناشئين 3 مرات. اليوم احنا لدينا حقيقة 2 من الأسماء والكفاءات الموجودة، السيد سليمان البوسعيدي والدكتور جاسم الشكيلي، وكل الاثنين حقيقة لديهم باع طويل على مستوى كرة القدم العمانية. لذلك نتمنى حقيقة أن نستثمر مثل هكذا شخصيات لتطوير كرة القدم.